أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. استعينوا استفعال من العون، وياؤه مبدلة من واو، أصله استعونوا. تحركت الواو بعد ساكن صحيح، فوجب نقل حركتها إلى الساكن الصحيح على حد قوله في الخلاصة: لساكن صحا قل التحريك من ذي لين آت عين فعل كأب. والسين والتاء للطلب، فمعنى استعينوا اطلبوا العون على أموركم الدنيوية والأخروية بالصبر والصلاة. الصبر مصدر صبر صبرا، وهذه المادة تتعدى وتلزم، فمن تعديها في القرآن: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم الآية. ومن لزومها في القرآن: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا الآية. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال بعض العلماء: هي متعدية دائما، إلا أنها يكثر حذف مفعولها. ومن تعديتها في كلام العرب قول عنترة وقيل أبو يؤيد: فصبرت عارفة لذلك حرة ترسو إذا نفس الجبان تطلع. والصبر خصلة من خصال الخير عظيمة، صرح الله في سورة فصلت أنه لا يعطيها لكل الناس وإنما يعطيها لصاحب الحظ الأكبر والنصيب الأوفر، وذلك في قوله: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وهذه الخصلة التي هي الصبر لا يعلم جزاءها إلا الله، كما قال جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب والصائمون من خيار الصابرين. ولذا قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به. والصبر يتناول الصبر على طاعة الله، وإن كنت كالقابض على الجمر، والصبر عن معصية الله وإن اشتعلت نار الشهوات. يدخل في ذلك الصبر على المصائب عند الصدمة الأولى، والصبر على الموت تحت ظلال السيوف. وقوله والصلاة أي واستعينوا بالصلاة، لأن الصلاة نعم المعين على نوائب الدهر وعلى خير الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر الآية. وقال جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه معي له أخوه قسا، فأناخ راحلته وصلى وتلا: واستعينوا بالصبر والصلاة. يستعين بالصلاة على صبر مصيبة أخيه. ولا شك أن لطالب العلم هنا سؤالا، وهو أن يقول: أما الاستعانة بالصبر على أمور الدنيا والآخرة فهي أمر واضح لا إشكال فيه، لأن من حبس نفسه على مكروهها في طاعة الله كان ذلك أكبر معين على الطاعة. ولكن ما وجه الاستعانة بالصلاة على أمور الدنيا والآخرة؟ الجواب: أن الصلاة هي أكبر معين على ذلك، لأن العبد إذا وقف بين يدي ربه ينادي ربه ويتلو كتابه تذكر ما عند الله من الثواب وما لديه من العقاب، فهان في عينه كل شيء، وهانت عليه مصائب الدنيا، واستحقر لذاتها رغبة فيما عند الله ورهبة مما عند الله.
ثم إن الله قال جل وعلا وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. للعلماء في مرجع الضمير في وإنها أقوال كثيرة، منها أنه راجع إلى الاستعانة المفهوم من قوله واستعينوا، ومنها أنه راجع إلى المذكورات في الآية قبل هذا، والتحقيق أنه راجع إلى الصلاة. والمعنى وإنها أي الصلاة لكبيرة أي عظيمة شاقة على كل أحد إلا على الخاشعين. والصبر كذلك على المصائب وعلى طاعة الله وعن معاصي الله كبير جدا إلا على الخاشعين. والظاهر أن الضمير إنما رجع لأحد المتعاطفين اكتفاء به عن الآخر، لأن مثل ذلك يفهم في الآخر، وهذا يكثر في القرآن وفي كلام العرب. فمنه في القرآن قوله هنا واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها، ونظيره الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها الآية، وقوله والله ورسوله أحق أن يرضوه ولم يقل يرضوهما، وقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه ولم يقل عنهما. ونظيره من كلام العرب قول حسان بن ثابت إن شرخ الشباب والشعر الأسود ما لم يعاص كان جنونا ولم يقل ما لم يعاصيا. وقول نابغة ذبيان وقد أراني ونعم اللاهيين بها والدهر والعيش لم يهم بإمراري. وقول الأضبط بن قريء وقيل كعب بن زهير بكل هم من الهموم سعة والمسي والصبح لا فلاح معه ولم يقل لا فلاح معهما. والكبيرة هنا وصف من كبر بضم الباء يكبر بضمها عوم وشق وثقل. ومنه قوله كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وهذا النوع في المعاني من كبر الأمر إذا شق وثقل، أو كبر بمعنى عوم، كقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يكبر الأمر فهو كبير، مضمون في الماضي تقول كبر يكبر فهو كبير. كما بينا أما كبار السن ففعله كبر بكسر الباء يكبر بفتحها على القياس وهو معروف. ومن أمثلته قول قيس المجنون تعشقت ليلى وهي ذات زوائد ولم يبدو للعينين من ثديها حجم صغيرين نرعى البهم يا ليت أننا إلى اليوم لم نكبر ولم تكبر البهم. والاستغناء في قوله إلا على الخاشعين استغناء مفرغ، وأصل تقرير المعنى وإنها لكبيرة أي ثقيلة عظيمة شاقة على كل أحد إلا على الخاشعين. والخاشعون جمع الخاشع وهو الوصف من خشع، وأصل الخشوع في لغة العرب الانخفاض في طمأنينة. كل منخفض مطمئن تسميه العرب خاشعا. ومنه قول نابغة ذبيان توهمت آيات لها فعرفتها ل6 أعوام والعام سابع رماد ككحل العين لئن أبينه ونؤمن كجزم الحوض أسلم خاشع أي منخفض مطمئن. هذا أصل الخشوع في لغة العرب، وهو في اصطلاح الشرع خشية تداخل القلوب تظهر آثارها على الجوارح فتنخفض وتطمئن خوفا من خالق السماوات والأرض. والمعنى أن الصلاة صعبة شاقة على غيرهم في قلوبهم الخوف من الله، ويدل بذلك شدة عظمها على المنافقين، كما قال جل وعلا وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال جل وعلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقوله الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم الذين في محل خفض نعت للخاشعين
أي إلا على الخاشعين الذين يظنون. والظن هنا معناه اليقين على التحقيق، خلافا لمن شذ فزعم أنه ظن المعروف وأن المتعلق محذوف، والمعنى يظنون أنهم ملاقوا ربهم بذنوب فهم وجلون من تلك الذنوب، فهذا غير ظاهر ولا يجوز حمل القرآن عليه وإن قال به بعض العلماء. والتحقيق أن معناه يظنون يوقنون. وقد تقرر في علم العربية أن الظن يطلق في العربية وفي القرآن إطلاقين، يطلق الظن بمعنى اليقين، ومنه قوله هنا الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم أي يوقنون، ومنه بهذا المعنى إني ظننت أني ملاق حسابية أي أيقنت أني ملاق حسابية. ومنه قوله تعالى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها أي أيقنوا أنهم مواقعوها إلى غير ذلك من الآيات. ومن أمثلة إطلاق العرب الظن على اليقين قول دريد بن الصمة فقلت لهم ظنوا ب2000 مدجج سراتهم في الفارسي المسرد، فقوله ظنوا أي أيقنوا. وقول عميرة بن طارق بأن تغتزوا قومي وأقعد فيكم وأجعل مني الظن غيبا مرجما أي أجعل مني اليقين غيبا مرجما. فمعنى يظنون أي يوقنون أنهم ملاقوا ربهم، وملاقوا أصله ملاقيون مفاعلون منقوص، والمنقوص تحذف ياؤه عند التصحيح، وحذفت نون ملاقون للإضافة أي ملاقوا ربهم. والمراد بهذه الملاقاة أنهم يعرضون على ربهم يوم القيامة فيجازيهم على أعمالهم، كما قال تعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقال جل وعلا إن أجل الله لآت من كان يرجو لقاء الله الآية. وقوله وأنهم إليه راجعون أي يوقنون أنهم أيضا إليه راجعون جل وعلا يوم القيامة فمجازيهم على أعمالهم. وقدم المعمول الذي هو الجار والمجرور في قوله إليه راجعون لأمرين، أحدهما المحافظة على رؤوس الآي، والثاني الحصر. وقد تقرر في فن الوصول في مبحث دليل الخطاب أعني مفهوم المخالفة أن تقديم المعمول من أدوات الحصر، وكذلك تقرر في فن المعاني في مبحث القصر أن تقديم المعمول من أدوات الحصر. وهذا معنى قوله الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون.